السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كود فصيل. هذه القناة هذه غادي نحاولوا نتطرقوا فيها لكل ما يخص الشق النظري على اجتياز اختبار رخصة السياقة، لأن حنا هنايا في هذه القناة هذه غادي نحاولوا نتطرقوا للشق ديال الكود. هذا الامتحان هذا ديال الكود غالبا كانوا عباد الله شنو كيديروا، كيحاولوا يقراو السلاسل وصافي، سؤال جواب تيحفظوا الأسئلة وصافي. هاد القضية هادي مبقاتش واكلة دروكا، داكشي علاش بنادم خصو ضروري يفهم باش يقدر يحلل السؤال ويقدر يجاوب عليه، وهذا الشيء غادي نحاولوا نديرو دابا حنا هنايا. الوزارة دارت واحد المنصة خاصة بها اللي كتطرق فيها لمجموعة من المحاور. هاد المحاور هادي وافية ومستوفية لجميع الأسئلة اللي يقدروا يتاحوا لكم في الامتحان، يعني أي حاجة تقدر تكون في الامتحان راه غادي تلقاوها في ديك المنصة. الحاجة اللي غادي نديرو حنايا هو أننا غادي نحاولو نلخصو دوك المحاور اللي عندنا في المنصة. بطبيعة الحال ملي تنقولو تلخيص يعني راه مغاديش نذكرو كلشي، كاين بزاف ديال الحوايج اللي فضلت أننا نخليهم نكتسبوهم في السلاسل، مغاديش نتطرقو ليهم في الدروس نيشان، فهمنا؟ يعني من هاد الناحية هادي باش نكونو واضحين ونعرفو راسنا فين غاديين. هنايا إلا رديتو معايا البال الشق النظري، تعلم السياقة. فهاد الشق هذا غادي نتعرفو على العديد من المحاور: محور جهة الطريق، قواعد السير، السائق، المركبة، المخالفات والعقوبات، المبادئ الأولية في السلامة الطرقية. وهاد المحاور الآخرين مغاديش تلقاوهم بطبيعة الحال في المنصة، هادو خاصين برخصة السياقة ديال الدراجات النارية، الحافلة ولا الشاحنة، فهمنا؟ حيتاش هما تيكون عندهم بعض الأسئلة اللي زايدين، داكشي علاش حاولت نعزل المحاور ديالهم بوحدهم. حنا دابا حاليا شنو غادي نديرو؟ غادي نبداو هاد المحاور هادو من المحور الأول، غادي نتعرفو فيه على البلايك، التشوير الطرقي عامة، وغادي نتطرقوا فيه حتى للمسألة ديال الضوء. أولا غادي نبداو نشرحو شنو هما البلايك وشنو هو النوع ديالهم، وهذا درس لي مهم بزاف، ضروري خصكم تشدوه. إلا شديتوه راكم غادي تكونوا تفاديتو واحد تقريبا غادي تكون شي 30% من داكشي اللي غادي يجي من بعد، خصوصا في السلاسل بطبيعة الحال. فهاد المحور هذا أنا مغاديش نركز لكم على السمية ديال البلاكة بالضبط، حيت هادشي هذا غادي تكتسبوه من بعد، وغادي نديرو واحد الفيديو خاص بالبلايك. أنا اللي بغيتكم دابا هو تفرقوا ليا ما بين البلايك، وتحاولوا ما أمكن تفهموا القاعدة ديال كل بلاكة أولا كل نوع من البلايك، فهمنا؟ إذا نبداو على بركة الله. بالنسبة للتشوير الطرقي، التشوير الطرقي كينقسم ل4 ديال الأقسام: تشوير طرقي عمودي اللي هو هذا إلا شفتو المثال هنايا، الصورة ديال البلايك، البلايك كتعتبرو تشوير طرقي عمودي، مفهوم؟ منهم بزاف ديال الأنواع غادي نتطرقوا ليهم من بعد. يعني اللي خصكم تعرفوا هو أن التشوير الطرقي كيتضمن استخدام العلامات الرأسية أو العمودية المثبتة على جوانب الطريق لتوجيه وتنظيم حركة المرور. بهاد البساطة هادي يعني نتوما تعرفوها بلي التشوير العمودي تنقصدو به أي حاجة واقفة، فهمنا؟ أي حاجة عندها الطريق واقفة، سوا بلاكة ديال المنع، سوا بلاكة ديال الإرشاد، سوا بزاف ديال الإشارات غادي تكونو كتشوفوهم واقفين، هادو كيتعتبرو تشوير طرقي عمودي. بالنسبة للنوع الثاني، النوع الثاني هو التشوير الطرقي الأفقي، يشمل العلامات والرموز الموجودة على سطح الطريق. كيفاش؟ إلا رديتو البال للمثال هنايا كيبان ليا واحد الراجل غادي على ممر رجلي، هاد الممر الرجلين هذا كيتعتبر تشوير أفقي، فهمنا؟ يعني مرسوم في الأرض. وهاد التشوير الأفقي راه عنده بزاف ديال الأشكال، كاين بحال هذا اللي تنشوفو هنايا في المثال قلنا ممر رجلين، كاين أسهم، بعض المرات كنشوفو أسهم، بعض المرات كنشوفو خطوطات، حتى داك الخط اللي تيكون في وسط الطريق حتى هو تيتعتبر تشوير طرقي أفقي. يعني أي حاجة مرسومة في الشانطي مديوراش هكاك هادي كتعتبر تشوير طرقي أفقي، يعني لاصق مع الأرض.
كاينة الإشارات الضوئية، الإشارات الضوئية نقدروا نعتبروهم حتى هما التشوير العمودي، غير في المسطرة راه فاصلين بيناتهم، داك الشيء علاش قرروا حتى نفصل بيناتهم هنايا. الإشارات الضوئية راه كتضمن الفيروج، كتضمن بزاف ديال العلامات الأخرى، غادي نتطرقوا ليهم من بعد. يعني نتوما حاولوا تفرقوا ليا ما بين هادوك الجوج الأولانيين بعدا هما اللي مهمين، هادوك الأولانيين هما اللي مهمين، هما اللي غادي تشوفوا بزاف، أما هاد الجوج الأخرين راه بحال قلتي تفرع من هادوك الأولين، يعني التشوير الطرقي العمودي والأفقي، هاد الجوج هادو مهمين نفرق بيناتهم. هنايا قالك إشارات أعوان المرور، المقصود بها بطبيعة الحال الشرطة، الطريق الملكي، هادو علامات بوحدهم، فهمنا. يعني ملي تيكون البوليسي أو الجندرمي في الطريق فراه هو كيلغي ليك العلامات الأفقية أولا العمودية بصفة عامة، كيلغيهم هو، فهم. يعني كنحاول نمشي على حساب داك الشي تيقول لي هو، وهو اللي طلع عنده بزاف ديال الإشارات. يعني البوليسي ولا الجندرمي عنده بزاف ديال الإشارات كنقدر نفهموه، يعني ماشي ضروري أنا غادي في الطريق غادي نسمعو شنو غادي يقول ليا، لا، غير بالإشارات ديالو ديال اليد كيخصني نكون قادر على أنني نفهمو، يعني كيخصني نقرا هادوك الحركات، وهاد الشي هذا كامل غادي نحاولو نتطرقوا ليه من بعد. يعني سيروا معايا غير بشوية بشوية، حاولوا تشدوا هاد الشي هذا ببساطة. يعني هاد الدرس الأولاني راه بسيط، خاصكم غير تركزوا معاه، ولا ركزتوا معاه وشديتوه مزيان راه غادي تشدوا بزاف ديال الحوايج في السلاسل. ندوزو دابا نكملوا نتطرقوا أولا نتعمقوا في كل تشوير بوحدو. بالنسبة لهنايا التشوير الأفقي قلنا هو مجموعة من الحوايج اللي تيكونوا مرسومين ليا في الطريق. مثال هنايا إلا رديتو البال كاينين واحد الخطوط كيكونوا على الحاشية ديال الطريق اللي هما هادو، فهمنا. هاد الخطوط هادو راه فيهم بزاف ديال الأنواع بطبيعة الحال، كاينين هادو اللي تيكونوا عاديين بحال هاكا، كاينين اللي تيكونوا عراض، كاين اللي تيكونوا طوال، كل واحد وخدمتو. حنا دابا غادي ناخدو هاد المثال هذا بالنسبة لهاد الخطوط هادو اللي تيكونوا بحال هاكا في الجناب ديال الطريق. هادو شنو كيقولوا ليا؟ كيعطيوني الحق أنني نقدر نتوقف في هاديك البلاصة. يعني إلا كانوا مثلًا خارج المدينة كنقدر أنني نتبطاهم باش نوقف. هي خدمة هاد الخطوط هادو، يعني إلا كان متصل بطبيعة الحال شنو غادي يعلمنا؟ غادي يعلمنا بلي راه ممنوع الوقوف والتوقف، مفهوم. ندوزو بالنسبة للخط المتصل. هاد الخط المتصل هذا راه باين، الأغلبية ديال الناس تيكونوا فاهمين بلي الخط المتصل كيعني ممنوع التجاوز. الخط المتصل كنعتبروه في الكود بحال شكل شحاط، يعني ممنوع عليا نقطعو. فين ما بان ليا الخط المتصل ممنوع عليا نقطعو، قطعتو مخالفة، مفهوم. البلان ديال المخالفة حتى هو منبه، يعني سير بشوية دقة دقة. كاين الخط المتقطع. هاد الخط المتقطع كيعطيني الحق أنني ندور، يعني العكس ديال الخط المتصل. هذا كيقول لي تقدر تقطعو ماشي مشكل، فحال هاد بغيتي تدوبل ماشي مشكل، فحال هاد بغيتي نص دورة ماشي مشكل. أي حاجة فيها الخط بحال هاكا متقطع يعني راه يمكن ليا نتخطى، بحال بغيت ندور ولا شي لعيبة بحال هاكا راه يمكن ليا نتخطى ماشي مشكل. أما بالنسبة للخط المزدوج يعني كيكونوا جوج ديال الخطوطا، خط متصل وخط متقطع. شنو غادي نفهم منه؟ في هاد الحالة هادي ديما كندي على اللي من جهتي أنايا، مفهوم. إلا كان من جهتي أنايا يعني في اليسار ديالي الخط الأولاني كان متقطع، فهذا كيعني بلي راه يمكن ليا نستغل السلك ديال الناس اللي جايين باش نقدر ندوبل، مفهوم. يعني يمكن ليا نتخطى بهذا المفهوم هذا. أما بالنسبة إلا كان من جهتي أنا الخط المتصل فراه العكس، يعني ممنوع عليا ندوبل، مفهوم. يعني هذا بحال قلتي كيفرق بيني وبين داك اللي جاي، مفهوم. إلا كان من جهتي أنا متقطع يعني أنا يمكن ليا ندخل لعندو باش ندوبل، ولكن هو ممنوع عليه يدخل عندي باش يدوبل، مفهوم. هادي هي الخدمة بيناتهم. ندوزو للخط المتقارب. الخط المتقارب كاينين الأغلبية ديال الناس كيعتبروه بلي راه غادي يولي متصل، يعني الخط المتقارب تابعو خط متصل ماشي ديما، مفهوم. إمتى كنقول بلي الخط المتقارب غادي يعطيني خط متصل من بعدو؟ في حالة تزادو معاه أسهم الانحياز اللي تيقول ليا شد اليمين ديالك، في هاد الحالة هادي بالضبط كيعني 100% بلي راه غادي يولي متصل، مفهوم. أما بالنسبة لهاد الحالة هادي فراه ما كتعنيش 100% غادي يولي متصل، ويقدر يتبع، مفهوم. هو بوحدو إشارة. شنو كتقول لي هاد الإشارة هادي؟ كتقول لي ممنوع تجاوز العربات ذات محرك، مفهوم. يعني عربات ذات محرك، أي عربة عندها موتور فراه ممنوع عليا ندوبلها في هاد الحالة هادي، إلا توفروا فيها واحد جوج ديال الشروط. شنو هما الشروط هادو؟ إلا كانت هاديك العربة واقفة أون بان. باش كنعرفها واقفة أون بان؟ يعني تبقى ليها 4 السيارات. في هاد الحالة هادي كيقول لي هاد الخط هذا ممكن ليك
الدوبلة مفهوم. أما إلا مكانش طريق 4 الصيغات فراه ممنوع عليا ندوبل العربة مفهوم. العربة يعني كنهضر على طوموبيل الفوق تريبورتور تا هو داخل يعني موتور فايت جوج ديال العجلات تا هو غادي ندخلوه معاه مفهوم. يعني في هاد الحالة هادي ملي تيكون الخط متقارب ممنوع عليا ندوبل هاد النوع ديال العربات، إلا في حالة ديك إلا كانوا واقفين با أولا إلا كانوا من العربات البطيئة. شنو هي العربة البطيئة؟ العربة البطيئة هي أي مركبة كتحمل واحد البولة ليمونية الفوق ديالها فهمنا، بحال التراكتور ماشي ديما يعني خص تكون عندو هاد البولة هادي أولا دوك الرموكات اللي تينقلو مثلا ليسانس ولا شي حاجة بحال هاكا راه كيكونوا ضروري دايرين واحد البولة ليمونية، فملي تتكون شاعلة هاديك البولة كتعني بلي راه هاديك كتعتبر عربة بطيئة. بمعنى شنو؟ بمعنى أنها عندها الحق تنزل على السرعة الدنيا في هاديك الطريق فهمنا، يعني غادي تقدر عندها الحق أنها تمشي بشوية في هاد الحالة هادي بكري مضوبلة مفهوم. يعني هنايا الخط المتقارب قدنا تيقول لي حتى هو ممنوع التجاوز ولكن كاينين شي ناس يمكن ليهم ينضبطوا مفهوم. أما بالنسبة للخط المتصل اللي دوزناه قبيلة ف16 الوحش هذا تيقول لك ممنوع عليك الطوبل مهما كانت الظروف، أي واحد قدامك ما خصكش تطوبل فهمت. دابا غادي ندوزو للأسهم الانحياز. أسهم الانحياز بعض المرات كتلقاهم في وسط الخط بحال هكا وهنا كيعنيو ليا بلي راه غادي يتبعني خط متصل، يعني من وراهم غادي نلقى خط متصل، يعني في هاد الحالة شنو كيقول ليا؟ كيقول ليا ممنوع عليك تبدا عملية التجاوز، يعني يلاه كنبغي نبدا عملية التجاوز ممنوع عليا. أما في حالات كنت ديجا باديها فراه كيقول ليا أسرع باش تكملها بحال هاكا فهمنا، يعني درك هاد المفهوم هذا. بحالات كانوا تحطوا ليا هنايا مثلا تحطوا في وسط المسلك، يعني ماشي في وسط الخط وانما في وسط المسلك، فهذا شنو كيعني؟ كيعني بلي هذاك المسلك اللي تحطوا فيه ما غاديش يبقى، يعني غادي يتسد اولا غادي يتعطل دوك الناس الاخرين مفهوم، يعني الناس اللي جايين. وفي كلتا الحالات يقولوا لي نفس الحاجه اللي هي شد اليمين ديالك، كنت يلاه بديتي تبدا عمليه التجاوز راه ممنوع عليك، كنتي ديجا بديتيها كملها، حاول تكملها دغيا مفهوم. أما بالنسبة للأسهم الإجبار باش نفرّق ما بين هاد جوج أسهم، أسهم الانحياز كيكونوا مقوسين، أما بالنسبة لأسهم الإجبار كيكونوا مقنتين، تيكون فيهم واحد القنت هنايا مفهوم. يعني هادو شنو خدمتهم هو كيجبروك تغيير الاتجاه، يعني إلا دزت على هاد المسلك هذا وكانوا فيه أسهم الإجبار فراه كيقول لي إجباري عليك الدور لليسار مفهوم، أنا جاي من هنايا إجباري عليا ندور لليسار. أما إلا كنت في هاد المسلك هذا فراه ما كيطبقوش عليا، يعني هُما كيطبقوا على داك اللي داز عليهم. دزتي فوقهم كيطبقوا عليك، ما دزتيش فوقهم راه ما كيطبقوش عليك مفهوم. يعني إلا شفتهم أنا من قدامي صرا يمكن ليا نغير المسلك باش ما ندوزش عليهم، يعني عادي طبيعي. هنايا حاولنا نتطرقوا لبعض العلامات أولا بعض العلامات التجوار الأفقي نعتبروها بحال هاكا. أما هو نورمالمون العلامات كتطلق على البلايك فهمنا، أما هذا كيتسمى تشوار أفقي. أما ملي تنقولوا العلامات دابا مثلا تيجي شي سؤال تيقول لي فيه التشوير أولا شنو هما الإشارات اللي كاينين في هاد الصورة، يعني تيقول لي إشارات كنركز على التشوير الطرقي عامةً، يعني الأفقي والعمودي بجوج مفهوم. أما إلا قالوا لي العلامات في هاد الحالة هادي كنركز غير على البلايك بوحدو مفهوم. نتمنى تكون واضحة الفكرة. ندوزو دابا لحاجة أخرى. هنايا الحاجة اللي بغيت نشير ليها هي أنه كاين بزاف ديال العلامات اللي هما بلايك عندهم تشوير أفقي كيساويهم في المعنى، يعني نفس المعنى مفهوم. وهادو غادي نحاولوا نتعرفوا عليهم من بعد بسلاسل. أنا في هاد الفيديو هذا غادي نحاول نلخص لكم ما أمكن وانتم غاديين دقة دقة بشوية بشوية تعلموا شوية دروكا ونخليو ما نتعلموا من بعد نبقاو غاديين خطوة خطوة. أصلا راه ضروري خصك دوز مدة ديال شهر، يعني هاديك الشهر حاول تستغلها بشوية عليك حتى تعمر راسك بداكشي اللي غادي يخصك فهمنا. يعني إلا رديتو البال هنايا كاين ملتقى الطرق، هذا ملتقى الطرق من التنقيف ها هي، راه حطوها هي عندي هنايا باش فهمتي. هانتوما هنايا عندي قيف فهمنا. هاد قيف التشوار الأفقي ديالها هو ملي تيجيو يحطوا لي هاد الخط هذا، هاد الخط المتصل اللي تيكون هنايا في الراس ديال ملتقى الطرق، فراه هذا كيعني ليا قيف، يعني بلا كاع ما يحطوا لي البلاكة نشوف أنا هاد الخط هذا نفهم بلي راه عندي قيف مفهوم. اشنو غادي ندير في حالة قيف؟ هادشي تا هو غادي نشوفوه من بعد
فهم. يعني اللي خصني نفرّق على بيناتهم، اللي خصني نعرف دروكا، هو أن مجموعة من البلايك اللي هما العلامات عندهم تشوير أفقي خاص بهم. فهم. هادشي اللي خصني نتعلم لحد الساعة. دابا ندوزو لحاجة أخرى عاوتاني. هنا غادي نحاولو نطرقو للتشوير العمودي. التشوير العمودي غادي نحاولو نفسروه. التشوير العمودي هو عبارة عن بلايك، وهادوك البلايك راهم متفرعين عن 4 ديال الأنواع. عندنا نموذجي العلامات الدائرية الزرقاء، كتكون زرقاء ومدورة. هادو شناهما؟ هادو كيتعتبروا علامات ديال الإجبار. هي علامة دائرية زرقاء وهي تجبرني على القيام بالأمر، يعني كتأمرني ندير واحد الحاجة، كتأمرني ندور لليمين، كتأمرني ندور لليسار، كتأمرني ندوز من هاد المسلك. تفاهمنا؟ هادي هي خدمتها. الخدمة ديالها هي كتفرض عليا واحد الحاجة. مفهوم. أما بالنسبة لهادي اللي تتكون دائرة حمراء، فراه المعنى ديالها هي المنع، كتمنعني. أي دائرة حمراء فراه هي علامة ديال المنع. تفاهمنا؟ كتمنعني ندير شي حاجة. العلامة الزرقاء كتجبرني ندير واحد الحاجة، والعلامة الحمراء المدورة كتمنعني ندير واحد الحاجة. مفهوم. عاد باش كاين شكل المثلث، مثلث أحمر. مثلث أحمر فراه هو علامة ديال الخطر. علامة ديال الخطر شنو هي خدمتها؟ هي كتنبهني على شي خطر كاين قدامي. فهمنا؟ وركزوا ليا مزيان على هاد القضية ديال كاين قدامي. مفهوم. حيتاش نورمالمون دابا هنايا علامة ديال الخطر كتنبهك على واحد الخطر انت غادي ليه. إلا جاو هما حطوا لك هذيك البلاكة في وسط من الخطر، يعني مثلا نفترضوا حنايا حفرة، جاو حدا الحفرة داروا لك البلاكة، أنا جاي مثلا بواحد السرعة لقيت البلاكة تحت في الحفرة، باش نفعتني؟ ما نفعتني بوالو، يعني ما عطاتنيش قيمة مضافة. داكشي علاش باش تعطيني قيمة مضافة شنو داروا؟ تيخليوها قبل من الخطأ، يعني قبل من ديك الحفرة، وهاديك قبل من ديك الحفرة عندها واحد القاعدة خاصة بها. فهم. اللي غادي نطرقوا ليها من بعد. هادي خصكم ديروها في بالكم، يعني المثلث راه ما غاديش يجيو يحطوا عليك حدا الحفرة، لا غادي يبعدوا على الحفرة باش يعلموك بلي راه كاينة قدام. هادي هي خدمة البلايك ديال الخطر. دابا غادي ندوزو للبلايك اللي تيكونوا مربعين أولا مستطيلين بصفة عامة، سواء كانوا بيضين كومبلي سواء كان بحال هكا زرق. هادوك يعني كيتعتبروا علامات ديال الإرشاد. فهمنا؟ يا إما يقدروا يرشدوني للاتجاه، يا إما يقدروا يرشدوني لواحد الحاجة كاينة قدامي ولا شي حاجة بحال هاكا. فهمت؟ هاد العلامات ديال الإرشاد غالبا كيما تيكون الشكل ديالهم مربع ولا مستطيل، يعني مربع ولا مستطيل تتخرج على هاد الثلاثة ديال البلايك اللي هو الإجبار، الملء والخطر. إلا كانت البلاكة مربعة أولا مستطيلة. فهمنا؟ ندوزو للأنواع الآخرين. بطبيعة الحال ما دام ملي كاينة شي بلاكة ديال الإجبار كتجبرني ندير واحد الحاجة، ضروري غادي تكون مع واحد البلاكة اللي كيما نقول لكم كتنهي داك الإجبار، يعني أنا فرضت عليك تمشي في هاد المسلك، غادي دوز واحد المسافة معينة، تقطع واحد المسافة معينة غادي ننهي لك هاد الإجبار هذا، يعني تقدر تمشي فين بغيتي. فهم. أولا نفرض عليك تمشي بواحد السرعة، من بعد غادي ندوز واحد المدة ونحيد لك هذاك الإجبار. مفهوم. يعني هذه هي العلامة ديال نهاية الإجبار، كتكون دائرة زرقاء ومضروب عليها بخط أحمر، يعني صافي سالا هذاك الأمر اللي عطيناكم. مفهوم. أما بالنسبة للبلاكة اللي تكون بحال هكا في الكحل ومضروب عليها بخط بحال هكا، فراه هذه هي النهاية ديال المنع، يعني خدمتها هي كتقول لي نهاية المنع ديال البلاكة اللي قبل منها. مفهوم. وكاينين بالنسبة للعلامات كاينة علامة مؤقتة. ملي تنقولوا علامة مؤقتة فراه في هاد الحالة هادي كنجمعوا الإشارات كاملين يقدروا يكونوا مؤقتين. مفهوم. كيفاش هاد مؤقت؟ ملي تنشوف البلاكة اللون ديالها مختلف على اللون الطبيعي، بحال دابا المثلث كيكون مثلث أحمر وداك الشيء اللي مرسوم فيه كحلو تيكون بيض، اللون ديالو الأصلي تيكون بيض، يعني كاع البلايك تيكونوا بيضين. مفهوم. أولا الحاشية ديالهم بيضا. فهاد الحالة ملي تتكون اللون ديالها صفر، ملي تيكون اللون ديالها صفر فهذا كيعني بلي راه هاد الخطأ أولا هاد البلاكة هادي ولا هاد التشوير الطرقي فراه هو مؤقت، يعني اليوم لقيتيه غدا تقدر ما تلقاهش. فهمتوا معايا؟ هادي هي خدمة هاد البلايك المؤقتين. مثال، مثلا جاو بيحطوا لي أنا ديت أنا من واحد الطريق لقيت البلاكة ديال خطر أشغال. خطر أشغال بطبيعة الحال في هاديك الطريق واش غادي تبقى مدى الحياة؟ لا، بطبيعة الحال غدا ولا بعدو غادي تحيد، غدا ولا بعدو غادي يساليو الأشغال، يعني نورمالمون ما غاديش يحطوا عليك بحال كاع البلايك الآخرين. شنو غادي يديروا لك؟ غادي يديروا لك واحد البلاكة
لا بالصفر، غالبًا البلاكة ديال الأشغال كتكون بالصفر، مفهوم؟ وغالبًا هاديك البلاكة ديال الأشغال كيتحطّوا معاها بلاك أخرين ديال المنع اللي هُما تيحددوا ليا السرعة، حتى هُما كيكونوا بالصفر، يعني غدا ولا بعدا راه تقدر تلقاهم جمعوهم وداوهم في حالتهم، يعني هاديك الطريق راه غادي يطبّق فيها داك الشيء غير واحد المدة وجيزة على ما يسالوا الأشغال ويهزّوا داك الشيء ويزيدوا في حالتهم، مفهوم؟ داكشي علاش تيديروهم في هاد اللون هذا، أولا مثلًا ملي تيكون واحد الشانتي مثلًا يلاه دوزوه يلاه صاوبوه وطراسوه بالخطوطة، هادو الخطوطة مؤقتين باش غادي يطراسيوهم لنا ما غاديش يطراسيوهم بزنف كيف ما تيكونوا في العادي، كيطراسيوهم لنا بالصفر، يعني باش يعلمونا على أنهم مؤقتين غدا ولا بعدا غادي يضربوا عليهم ويديروا لنا اللي رسميين بالأبيض. على ذكر هاد القضية هادي كاينين جوج ديال الإشارات، جوج اللي خصكم تعقلوا عليهم وغادي نتطرقوا ليهم حتى هما من بعد، اللي اللون الأصلي ديالهم هو الصفر. شنو هما البلايك هادو ولا شنو هما الإشارات؟ هو الخط اللي كيكون واحد الخط كيكون زيكزاك بحال هاكا، زيكزاك بالصفر، هذا كيعني ليا محطة ديال الطوبيس، الأصل ديالو هاكاك داير، مفهوم؟ يعني إلا شفتو أنايا ما كنقولش عليه علامة مؤقتة، راه هو اللون الأصلي ديالو هو هذاك، هو داك الصفر هاكاك، مفهوم؟ أولا التريطوار اللي تيكون مصبوغ بالصفر، التريطوار اللي تيكون مصبوغ بالصفر فراه هو علامة دائمة أولا إشارة دائمة، اللون الأصلي ديالو هو داك الصفر اللي كيعني ممنوع الوقوف والتوقف، فهمنا؟ من العلامات المؤقتة غادي ندوزو للعلامات التكميلية أولا العلامات الصغيرة، هاد العلامات هادو اللي تيكونو صغيورين غالبا تيتحطو من تحت البلايك الكبار، هادو كيتسماو هادو رسميين، مثلا البلايك ديال الخطر أولا الإجبار أولا المنع أولا الإرشاد، هادو كيتعتبرو بلايك كبار، مفهوم؟ وغالبا كتحط تحت منو كتحط هاد البلاكة هادي تتسمى علامة أولا إشارة تكميلية، علامة تكميلية، يعني بلاكة صغيرة، شنو هي خدمتها؟ خدمتها هي كتحكم ليا على البلاكة اللي كبر منها، يعني مثال إلا جينا حنايا حطينا مثلا كنا غاديين في واحد الطريق، مفهوم؟ غادي نقولو حنايا مثلا طريق السيار، مفهوم؟ طريق السيار بيحطوا ليا واحد البلاكة ديال التشوار الطرقي غادي يقول ليا بلي راه قدامك واحد المحطة ديال الاستراحة، محطة الاستراحة كاينة قدامك، أنا شنو عرفت بلي البلايك المتقدمة أولا البلايك اللي كيتحطوا قبل من البلاصة ديالهم هما البلايك ديال الخطر، أما بالنسبة للبلاكة ديال الإرشاد اللي هي هادي فكتطبّق من البلاصة اللي تحطات فيها غادي تطبّق منها، ما عندهاش هي ديك القضية ديال تال من بعد، غادي تحط في بلاصتها هادي عرفنا علاش خصها تحط قبل باش تعلمنا على الخطر، ولكن هادي نورمالمون خصها تطبّق من بلاصتها، مفهوم؟ باش يخليوها حتى هي تطبّق قبل، يعني تعلمك على واحد الحاجة قبل أولا يحطوها قبال من البلاصة اللي كتعنيها اللي هي محطة الاستراحة، شنو كيديرو؟ كيضيفوا عليها بلاكة صغيورة اللي كتعني بلي راه باقي ليك واحد المسافة ديال 100 مترو مثلًا، فهمنا؟ باقي ليك واحد 100 مترو باش توصل مثلًا هاديك البلاصة، أولا كاينة واحد الحالة أخرى اللي مثال نخدمو بهاد البلاكة هادي مثلًا، بهاد البلاكة يجيو يحطوها هي تحت من البلاكة ديال المثال اللي عطينا قبيلة ديال الحفرة، مفهوم؟ حطوا ليها واخا مكايناش بلاكة ديال الخطر كتعني حفرة، جاو يحطوا ليها تحت منها هاد البلاكة هادي بالضبط، اللي كتعني على طول على مسافات على امتداد، مفهوم؟ يعني كتقول لي الحفرة أولا داك الخطر اللي كاين فوق منا شحال فيه من مترو كتعطينا العبار ديالو، مفهوم؟ يعني إلا جاو هاد البلاكة هادي بالضبط وجاو حطوها ليا تحت من البلاكة ديال الخطر، شنو كنفهم؟ كنفهم بلي الخطر اللي قدامي أولا الحفرة اللي قدامي في المثال ديالنا راه فيها 100 مترو، يعني واحد المسافة مغطية ليا هاديك الحفرة، واحد المسافة ديال 100 مترو عاد غادي نطلع من هاديك الحفرة، فهمنا؟ غادي نبقى غادي في وسط من الحفرة 100 مترو عاد نطلع، مفهوم؟ كنتمنى يوصلكم توصلكم الفكرة، فهمتيني؟ هادي فكرة ما لا أساس لها من الصحة، ولكن هي باش تفهموا الconcept ديال هاد العلامات التكميلية شنو هي خدمتهم بالضبط، مفهوم؟ دابا غادي نحاولوا ندوزو نتعمقوا في البلايك ديال الخطر. علامات الخطر هي علامة متقدمة، هي اللي هضرنا عليها قبيلة، يعني كتجيني قبل من الخطر، قبل من الحفرة، كتعلمني عليها، عندها قاعدة لهاد القضية ديال قبل، مفهوم؟ يعني ديما العلامات الخطر كيفاش كنقراوهم انتباه خطر واحد الحاجة، فهمنا؟ يعني مثال انتباه خطر مرور الدراجة،
فهمنا. كاينة واحد البلاصة تيدوزو لنا صحاب البيكالا مثلًا، أولا نقولو حنا مثال خطر الطريق غادا تزيق، غادا تزيق من جوج بجوج، ناخدوها جوج بجوج، ضروري كنقول انتباه، هادي ديما كتقرا، انتباه خطر طريق ضيقة على بُعد، فهمنا، ديما على بُعد ديما كاينة، ميمكنش نقرا السمية ديال علامات الخطر بلا ما نقول معاها على بُعد، ضروري خصني نذكر ديك على بُعد. إلا رجعتو للمثال اللي عطينا ديال الحفرة، راه ميمكنش يجيو يحطوا لكم البلاكة منها للحفرة نيشان، لا ضروري يقدموها واحد شوية، فهمنا. داكشي علاش تسمات علامة متقدمة، العلامات ديال الخطر هي علامة متقدمة كتجينا قبل من الخطر. القاعدة شنو كتقول؟ كتقول بلي راه كتجي ب50 متر قبل داخل المدينة، يعني على بُعد 50 متر داخل المدينة أو 150 متر خارج المدينة، يعني ضروري أنا كنقول انتباه خطر الطريق غادا تضيق على بُعد 50 متر أو 150 متر على حساب واش أنا داخل المدينة أولا خارج المدينة، مفهوم؟ فإذا استوعبنا هادشي هذا اللي داز، غادي نفهمو البلان ديال علامة متقدمة وعلامة وضع، مفهوم؟ يعني دوك الإشارات اللي دوزنا حنا قبل، وبالضبط كنهضر على الإشارات الكبار، يعني أولا العلامات الكبار، نهضرو على العلامات، علامات الإجبار، المنع والخطر والإرشاد، فراه هادو كيتقسمو لجوج نواع، علامة وضع، مفهوم، علامة وضع اللي هي العلامة اللي كتطبق من البلاصة اللي تحطات فيها، اللي هما شنو؟ اللي هما شكون هما؟ المنع، الإجبار والإرشاد، مفهوم، هادو بتلاتة كيطبقوا لنا من البلاصة اللي تحطو فيها، مفهوم، يعني علامات وضع. أما بالنسبة للعلامة المتقدمة هي اللي هضرنا عليها حنايا ديال الخطر أولا المثلث، اللي كنعرفو حنا بالمثلث، مفهوم. هاد القاعدة هادي اللي هضرنا عليها ديال 50 و 150 بالنسبة للمثلث، فراه كتطبق على جميع المثلثات، جميع العلامات ديال الخطر كتطبق عليهم باستثناء هاد البلاكة هادي. شنو كتقول لي هاد البلاكة هادي؟ وعقلوا ليها مزيان، هاد البلاكة هادي كتقول ليا بلي خطر الطريق غادي تولي كتدي وكتجيب، طريق ذات اتجاهين، هادي بالضبط ما كتطبقش عليها هاد القاعدة ديال 50 و 150، فهمنا. فهي الوحيدة اللي كتعتبر علامة وضع، يعني كيجيو تيحطوها ليا في البلاصة ديال الخطر بالضبط. إلا بغاونا أولا إلا بغاو يعلمونا عليها قبل ما نوصلوا ليها، كيديروا ليا معاها واحد البلاكة تكميلية اللي كتساوي ليا ديك على بُعد اللي هضرنا عليها، يعني كيوليو كيحطوا ليا تحت منها واحد البلاكة اللي كتقول لي راه باقي لك واحد 100 متر، وغادي نتطرقوا لهاد الشيء هذا، مفهوم. هاد البلاكة هادي اللي هي هادي اللي غادي ندوزو ليها دابا، اللي هي هنايا، في حالة كنا بغينا نشدو شي بلاكة اللي هي بلاكة ديال الوضع، يعني علامة وضع كتطبق من بلاصتها، بغينا نحولوها أولا نردوها على بُعد، كنجيو كنلصقو ليها هاد البلاكة. هاد البلاكة هادي الصغيورة اللي كتكون فيها الرقم بالمتر فقط، فراه هادي كتعتبر ولا كنسميوها على بُعد، كنسميوها علامة على بُعد باش تجيكم ساهلة، حلوها بحال هاكا، هادي سميتها علامة على بُعد، يعني كتحول ليا أي بلاكة لبلاكة متقدمة، مفهوم. أما بالنسبة لهادي اللي تيكونوا مع الأسهم، هادي اللي تيكونوا مع الأسهم، شنو هي خدمتها؟ خدمتها هي المثال اللي هضرنا عليه الحفرة شحال فيها المترو، هادي هي خدمتها هادي، يعني ملي تيجيو يبغيو يطبقوا عليا شي أمر أولا يمنعوني من شي حاجة أولا يعلموني على شي خطر، كيجيو كيقولوا لي المسافة اللي غادي تطبق فيها داك الشي، شحال من مترو فاش غادي يكون مطبق هداك المنع، أولا شحال من مترو غادي يكون مطبق فيه هداك الإجبار، أولا شحال من مترو اللي كاين في هداك الخطر، مفهوم. هادي كتقول لي بشحال باش باقي بعيد عليك، وهادي كتقول لي شحال فيه هو من مترو، فهمنا. هاد العلامات بعدا العلامات الصغرى راه يمكن ليا نديرهم تحت أي بلاكة من البلايك اللي شفنا، سواء إجبار سواء منع سواء إرشاد أولا خطر، يعني هاد البلايك الصغار نقدر نلصقهم تحت من البلاكة ديال الخطر، كيف ما يمكن ليا نلصقهم تحت من البلاكة ديال الإجبار والمنع والإرشاد. القضية اللي خصنا نتسائلوا عليها هنايا هي هادي على بُعد، حنا كنعرفوا أولا تعلمنا دروكا بلي العلامات ديال الخطر كيطبقوا على بُعد 50 داخل المدينة، 50 متر داخل المدينة و150 خارج المدينة. إلا جينا وشدينا معاهم هاد البلاكة هادي، أشنو غادي يوقع على ديك القاعدة؟ هاديك القاعدة كتمشي ما كتبقاش وكتطبق
على بُعد 500 متر على حساب البلاكة شنو كتبوا ليا فيها، يعني ديك 50 و150 ما كتبقاش وكنمشي على حساب البلاكة أشنو قالت ليا، فهم، قالت ليا 500 راه كتكون على بُعد 500، قالت ليا 100 غادي تولي على بُعد 100، قالت ليا 150 غادي تكون على بُعد 150، يعني داك الشيء اللي جا في البلاكة، ولكن في حالة إذا كانت البلاكة ديالها على طول أولا على مسافة أولا على امتداد، يعني إلا كانت البلاكة اللي كتعني ليا خطر شحال فيه المترو، فشنو غادي ندير ديك القاعدة، كتبقى هاديك القاعدة كيف قلت لكم قبيلة، ديما العلامات ديال الخطر ضروري كتكون معاهم على بُعد، فيا إما تكون على بُعد القاعدة أولا تكون على بُعد البلاكة ديال اللي هضرنا عليها، تفاهمنا، يعني ضروري ديك على بُعد كاينة، يعني يا إما غادي تكون على بُعد 500 مترو وتلغى القاعدة، يا إما غادي تكون على بُعد 50 مترو اللي هي القاعدة أولا 150 مترو واش حنا داخل المدينة ولا خارج المدينة، زائد على طول أولا على مسافة أولا على امتداد 500 مترو، مفهوم، يعني كيخصني نحاول نعزل ما بين هاد الجوج هادو، مفهوم، هادي كتلغي ليا القاعدة ديال المثلث، ولكن هادي كتزاد ليا فوق القاعدة ديال المثلث، مفهوم، باش نشرحوا هاد القضية هادي مزيان غادي ندوزو لواحد المثال هنايا بسيط، توضيح مهم، هادي مثلًا خطر متنوع، بلاكة ديال خطر متنوع، شنو كتقول ليا، كتقول لي انتباه خطر متنوع على بُعد 50 أولا 150 على حساب القاعدة واش أنا داخل المدينة أولا خارج المدينة، مفهوم، إلا جينا حطينا تحت منها بلاكة ديال 500 متر شنو كتولي، كتولي خطر متنوع على بُعد 500 متر، كتلغى ليا القاعدة مشات هاديك 50 و150 ولات على بُعد 500 متر، تفهمنا، أما بالنسبة إلا جينا وحطينا تحت منها بلاكة ديال على طول على مسافة أو على امتداد، في هاد الحالة هادي البُعد كيبقى هو القاعدة، يعني يا إما 50 أولا 150 على حساب واش أنا داخل المدينة أولا خارج المدينة، يعني هنايا شنو كنقولوا انتباه خطر متنوع على بُعد، مثلًا حنا خارج المدينة على بُعد 150 متر وعلى طول أولا على مسافة أولا على امتداد تلاتهم صحاح 500 متر، فهمنا، نحاولوا ندوزو لواحد المثال آخر باش نحاولوا نفهموا، مثلًا أنا غادي بالسيارة ديالي تصادفت مع البلاكة هادي، البلاكة شنو كتقول لي، كتقول لي خطر الطريق غادي تضيق، ملي غادي تضيق من جوج بجوج، إلا اعتبرنا بلي هادو مثلًا هما الحافة ديال الطريق أولا التريطوار، فشنو وقع ليهم، مشاو هما يتضيقوا، منين واش باليمين ولا من اليسار منهم بجوج، جوجهم تضيقوا، شتي هنايا كاين عريض وهنايا مضيق، يعني البلاكة ضيقت من جوج بجوج، ديما كنبدا البلاكة من اليد، مفهوم، في هاد الحالة هادي أنا فين كاين خارج المدينة، يعني هاد البلاكة هادي شحال باقي ليها باش تضيق ليا الطريق، غادي ندوزو للمثال باش نفهمو المسألة، أنا غادي بالسيارة ديالي لقيت هاديك البلاكة، شنو كنفهم، كنفهم بلي باقي ليا لديك الطريق باش تضيق 150 متر، علاش 150 متر بالضبط، حيتاش أنا خارج المدينة يعني هاد المسافة من عند البلاكة للبلاصة اللي غادي تضيق فيها الطريق باقي ليها 150 متر، فهمنا، إلا بدلنا هاد البلاكة هادي وحطينا تحت منها بلاكة تكميلية أولا بلاكة صغيرة كتعني على بُعد 500 متر، يعني شنو غادي يولي خطر الطريق غادي تضيق من جوج بجوج على بُعد 500 متر، ماشي 150 متر، يعني هادي 500 متر فين غادي تكون، هي من عند البلاكة حتى للبلاصة اللي غادي تضيق فيها الطريق، هادي هي 500 متر، من هنايا حتى لهنا غادي تولي هي 500 متر، عاد غادي نلقى الطريق غادي تضيق، مفهوم، راه دابا إلا بدلنا البلاكة هادي قلنا شنو كتعني على طول على مسافة أو على امتداد، يعني ما فيهاش البُعد، يعني في هاد الحالة هادي غادي نطبقوا القاعدة شنو كتقول ليا، أنا خارج المدينة يعني غادي تطبق على بُعد 150 متر، يعني هاد المسافة هادي من عند البلاكة للبلاصة اللي غادي تضيق ليا فيها الطريق غادي تكون هي 150 متر، وهاد ال500 هادي ديال اش، ديال الطريق اللي مضيقة، شتيها، ديال من هنايا حتى لهنايا، على طول الطريق المضيقة هي 500 متر، هاد البلاصة هادي مضيقة كاملة فيها 500 متر، ومن بعد غادي ترجع الطريق عادي، يعني الخطر فيه 500 متر، تفهمنا، كنتمنى يكون الشرح وافي ومستوفي.
وغادي ندوزو دابا لواحد الملاحظة ولا واحد القاعدة خصكم تعقلوا عليها، اللي هي مثلًا في هاد الحالة هادي عندنا بلاكا ديال الخطر، بلاكا ديال الخطر كتقول لي خطر مرور الدراجة أولا الدراجات، مفهوم؟ هاد البلاكا هادي منين جايني أنا هاد السيد هذا، منين جاي؟ جاي من جهة اليمين، يعني جاي من جهة اليمين وغادي لليسار، في هاد الحالة هادي البلاكا شنو كتقول ليا؟ كتقول ليا بلي راه الخطر جاي من اليمين ومن اليسار، منهم بجوج يعني اليمين واليسار. أما في حالة إلا كان جاي مول البيكاب جاي من جهة اليسار بوحدو، يعني جاي من جهة اليسار، فراه هذا كيعني بلي راه الخطر غادي يجي من جهة اليسار، اليمين ما غاديش يكون فيه الخطر، غادي يجيني غير من جهة اليسار. في هاد الحالة هادي مش كنطبقها على هاد المثال هذا ديال الخطر مرور الدراجات، لا، كاين بزاف ديال البلايص اللي كيحددوا ليا الاتجاه ديال الخطر، مثلا خطر تساقط الحجارة يقدروا يعطيو لي غير من جهة اليسار وما يعطيوش ليا من جهة اليمين، تساقط الحجارة ماشي تطاير الحصى، يعني فرقوا ليا ما بين هاد الجوج، وهاد الشي هذا غادي نعاودو نتطرقوا ليه في فيديو آخر باش نعرفوا البلايص، مفهوم؟ يعني عقلوا ليا على هاد القاعدة هادي، الخطر جايك من اليمين فراه هذا كيعني اليمين واليسار، أما بالنسبة للخطر إلا كان جاي من اليسار فراه هذا كيعني غير اليسار بوحدو، مفهوم؟ هادي هي القاعدة ديال البلايك عامةً. حنا حاليًا مازال ما تطرقناش للبلايك، هاد البلاكة شنو سميتها وهاد البلاكة شنو سميتها، حنا حاولنا نشرحو غير مفهوم التشوير الطرقي عامةً، مازال ما هضرناش على الأسماء ديال البلايك، مفهوم؟ حيتاش بالنسبة ليا أنا هذا تيبقى واحد الحاجة اللي تتبغي الحفاظة بزاف، حنا أي حاجة فيها الحفاظة غادي نحاولو نقصو منها ما أمكن، مفهوم؟ حنا غادي ندوزو لواحد الفيديو آخر اللي غادي نهضرو فيه غير على البلايك، السمية ديال البلايك وكل بلاكة شنو كتعني. مفهوم، ولكن بحال هاد البلايك هادو شنو كنديرو بيهم؟ كنحاولو نشدو هاد البلايك اللي باينين، البلايك اللي غادي نخدم بيهم، وغادي نشير ليكم اليوم وقت ما في وسط الفيديو وقت ما نتنى من شي بلاكة اللي مهمة غادي نشير ليكم ليها باش تعقلوا عليها لأن باقي غادي نخدمو بها في حوايج أخرين، مفهوم؟ أما البلايك الآخرين ماشي ضروري تحفظوهم من الديبار، فراه غادي يجيو من بعد مع السلاسل، بون سلسلة تبع سلسلة راه كتبقى تيتعاودوا نص البلايك كتبقى تفهمو، وكاينة أغلبية ديال البلايك اللي غادي تكون هي تتشوفهم الرمز ديالهم تتفهمو، راه هما في الأصل البلايك علاش مديورين باش يوصلوا ليك واحد الفكرة انطلاقا من الصورة، انطلاقا من داكشي تتشوف بعينيك، مفهوم، داكشي تتشوف بعينيك تقدر تحولو لمعنى، مفهوم، بحال الإيموجي هادي هي خدمة البلايك. يعني راه الأغلبية ديال البلايك غادي تقدروا تعرفوهم انطلاقًا من الصورة، أهم حاجة اللي خصكم تفهموا هي النوع ديالهم، المثلث كنفهم بلي راه هذا خطأ، هادي إلا شفتو في البلاصة ديال الإجبار شنو كنفهم بلي راه هادي إجباري على هاد الناس ما يبقاش خطر، ما تبقاش تقول لي أنا عندك راه كاينين المايو بيكالات لا، هادي كتولي ملي تكون في الإجبار كتولي تقول لك هاد البلاصة هادي إجبارية على هادوك الناس أولا خاصة بهادوك الناس. أنا كنفهمها بلي راه خاصة بهادوك الناس هي ديال المال البيكالا، وهما شنو كيفهموا فيها؟ كيفهموا بلي إجباري عليهم يدوزو منها، مفهوم؟ يعني هذا هو البلان، يعني أنايا أهم حاجة هي نفرّق ما بين البلايك، يعني هادي بلاكة ديال الإجبار، هادي بلاكة ديال المنع، هادي بلاكة ديال الخطر، وهادي ديال الإرشاد، أما من بعد الرموز راه غادي نلقى راسي فاهمهم، يعني نشوفهم غادي نعرف أشنو كاين، هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، كنتمنى يكون الشرح واضح ونفهمو مزيان هادشي هذا، و العلم راه دايرين واحد الشين هنايا في واتساب غادي نعودو نلوحو فيها أسئلة وشروحات بحال هاكا، يعني غادي تحاولو تسكانيو هاد الكود هذا من التليفون ديالكم، حاولو دخلو تسكانيو هاد الكود، كود بار غادي يعطيكم اللين ديال الشين، ملي غادي تدخلو ليها حاولو ضروري توركو على هاد الفالو اللي كاين الفوق، يعني توركو على هاد البوطون اللي كاين الفوق باش هاكا تكونو اشتركتو في القناة، من بعد غادي نبداو نلوحو فيها بزاف ديال الأسئلة وبزاف ديال المواضيع بزاف ديال الأوديوات فيديوهات، كاينين أسئلة اللي غادي نحطهم ونديرو ليكم الاختيارات ديال الأجوبة باش تختار الجواب اللي بان ليك نتا صحيح، وهادشي اللي كاين، ومن بعد غادي نعطيكم التصحيح ديالو ضروري، ووقت ما تحط شي فيديو تاني ديال شي محور من المحاور اللي هضرنا عليهم في الأول اللي هما هادو بطبيعة الحال، راه غادي نلوحو حتى في الشين يعني باش تقدر تستافد منه، هادشي اللي كاين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.